انت عارف ان في ناس بتموت بسبب ان هي ما خدتش ادويه الكوليسترول، وفي ناس بتوقف الدواء فجاه وبتقول ان هو بيضرني، والنتيجه بتكون اخطر. هو ادويه الكوليسترول دي خطيره وبتاذي فعلا؟ الحقيقه ان القصه بدات من السبعينات. الدراسات اثبتت ان تقليل الكوليسترول الضار بتحميك من الجلطات وامراض القلب. مع تطور الطب بقينا نستهدف ان احنا نقلله اكتر من نسبه 50%. الارقام الصح: سليم اقل من 116، مريض القلب اقل من 55، مريض السكر اقل من 70%. اما بالنسبه للاثار الجانبيه بتبقى نادره جدا، اقل من 1%. انزيمات الكبد ممكن تعلى ووجع في العضلات. ساعتها بنوقف الدواء من اسبوع ل4 اسابيع. وقتها بنعيد التحاليل، بنشوف نرجع بجرعة أقل أو بنغير النوع، ولو المشكلة فضلت بنوقف الدواء نهائي. الخلاصة: أدوية الكوليسترول مش عدوك، دي أمان وحماية، بس لازم تتاخد بمتابعة الدكتور.